الفيديو ديال اليوم غادي نكملوا الموضوع اللي كنت هضرت فيه في الفيديو اللي فات. تنظيم المغرب واسبانيا والبرتغال كأس العالم 2030. الفيديو اللي فات كان السؤال هو كيفاش نقدر انني نستافد من 2030، اشنو كنعرف ندير، اشنو خاصني نتعلم، كيفاش الدول اللي نظمت كأس العالم قبل من المغرب في النسخ اللي هي فاتت، اشنو وقع في ديك البلاد واحد الخمس سنين قبل من انها تنظم ديك كأس العالم. اشنو ديك البلاد طرا فيها، اشنو هما لي دومين اللي تحركوا في ديك البلاد، اشنو هما الحوايج اللي كانوا ناقصين في ديك البلاد وخدمت عليهم باش انها تنظم ديك كأس العالم، اشنو هما الحوايج اللي تمشاو في الوقيته اللي كأس العالم كتنظم في ديك الدوله. واحد من الامثله اللي نقدر نعطيكم هو انه كان واحد الطلب كتير على الحوايج ولي غوديز ديال التشجيع. اشنو كنعنيو بلي غوديز؟ يعني اشنو هما لي بورت كلي، لي شال، لي كاسكيت، لي تيشيرت اللي هما مبراندين بلي زيكيب ديال هذاك كأس العالم. بدات تفهم في هذاك الدومين، عرف منين تيجيو لي بورت كلي، عرف منين تيجيو لي شال، عرف كيفاش كيتطبعوا، اشنا هي الماكينه اللي كتطبعهم، منين نجيبها، كيفاش تكون عندي، كيفاش نخدم هذه القضيه هذه. فكون متاكد انه الا بديتي من اليوم انك تفكر في هذا الموضوع وكيفاش انك تقدر تدخل له، وشنو هما الحوايج اللي غير خصك، واش خصك شي رخصه، واش ما خصكش، واش خصك شي محل، واش ما خصكش ديروه افطار، هاد الاسئله كاملين الا طرحتيهم على راسك من اليوم، فمن هنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين غادي تكون واجد عندك خدمتك، عندك بيزنس ديالك، عندك حياتك، ولكن اون ميم طون وجد لهذا الشيء هذا. ما تضيعوش الوقت، خدموا على راسكم، وجدوا راسكم لا كوب دو موند 2030. تبارك الله عليكم وتهلاو.